يا مساء الفل والجمال على كل الناس. فيلم النهارده مش معمول للعيال الصغيرة، يعني لو سنك أقل من 18 سنة بلاش تشوف الفيلم، لأنه مليان إثارة ورومانسية وحب، وأنا حذرتك يا معلم وعملت اللي عليا. يلا هات كوباية الشاي المتينة وخليك معايا. بيبدأ فيلم الليلة في إيطاليا وقت الحرب العالمية الثانية، وبنشوف بنت جميلة جدا اسمها مالينا وهي ماشية في الشارع بتتدلع لأنها أجمل واحدة بلا منافس في المنطقة، وكل الرجالة بيستنوها وهي معدية علشان يتفرجوا عليها لأنها بتعمل قلبان في الشارع، حتى الحريم بيتغاظوا منها وهي معدية، وكانوا دايما بيرموا عليها كلام جارح علشان تلم نفسها شوية لأن كل الرجالة هتتجنن عليها. ومالينا كان جمالها رباني وبدون أي مكياج، كانت هي البرنسيسة، وللأسف الحلوة مالينا كانت هي السبب في المشاكل اللي كانت بتحصل بين الرجالة وحريمهم، وكان كل واحد من الرجالة بيقول لمراته روحي شوفي مالينا وحلاوتها، والصغيرين والكبار كانوا بيستنوها وهي معدية. ساعتها بنشوف طلاب مراهقين قاعدين على شط البحر مستنين مالينا لما تعدي عليهم، وقتها واحد من زمايلهم بيجري عليهم ويقول لهم الحلوة معدية، وفعلا مالينا بتعدي عليهم وبنشوفها وهي ماشية بتتدلع وبتتمخطر. وقتها بنشوف ولد مراهق اسمه رينو كان أول مرة يشوفها، ساعتها كان هيتجنن من شدة جمالها وحسنها. بعد كده كل المراهقين بياخدوا العجل بتاعهم ويمشوا وراها، ورينو كان معاهم. ساعتها زميله بيقول له ان الحلوه مارينا بنت مدرس التاريخ اللي بيدينا في المدرسه، وكمان بيعرفوا ان جوزها ضابط كبير في الجيش. بعد كده كل المراهقين بيستنوها عند اخر الشارع علشان يتفرجوا عليها ويتملوا في حسنها، وبنشوف كل الشارع حريم ورجاله بيسقفوا لها لما تعدي. ولما رجع الولد المراهق رينو للبيت ما كانش عارف ينام وفضل يتقلب يمين وشمال وهو بيفكر في مارينا وحسنها وجمالها. تاني يوم وهو في المدرسة بيتخيل ان مارينا قدامه بتشرح له الدرس مكان معلمة الفصل بتاعه. بعد كده بنشوف مدرس التاريخ والد مارينا والطلبة بتغتت عليه